هنا يا اخي بقى بص. بتبصي ليه عمال ابص هنا ولازم. 3 2 1. عزيزي المشاهد، عزيزي المستمع، مساء الخير من اوضه المليونير. انا فريد وانا داوود ودي اوضه المليونير. الحقيقه حيث ان الانتخابات الالمانيه على الابواب خلاص، فاضل شهر ويومين تقريبا على الانتخابات بتاعه البوندستاج او المجلس النواب الالماني يعني. فاحنا قلنا انا وفريد فكرنا ان احنا نتكلم معاكم في موضوع الانتخابات ده للناس اللي لسه واخده الجنسيه الالمانيه قريب، الناس اللي مستنيه تاخد الجنسيه الالمانيه، حتى الناس اللي عايشين في المانيا مهتمين بالسياسه وايه اللي بيحصل في السياسه والانتخابات وكده، او الناس اللي حابه تعرف اكتر عن المانيا وبتحب تتابع اخبار المانيا بطريقه مختلفه. بغض النظر ان احنا طبعا لما خدنا الجنسيه الالمانيه كان لازم ندرس ونفهم التاريخ الالماني وطريقه الانتخابات والنظام البرلماني الالماني. مع كل المعلومات دي الموضوع معقد. فعزيزي المستمع، عزيزي المشاهد، لو سمحت هات ورقه وسكتش وكالكوليتر، الآلة الحاسبة بتاعتك، عشان الموضوع كبير. استنوا. النظام الانتخابي في ألمانيا هو نظام معقد، أو مش معقد، هو نظام مختلف. أولا الانتخابات بتتم كل 4 سنين. نظام الانتخابات في ألمانيا هو نظام متقسم لنصين، هو نظام فردي ونظام قوائم. بيتم الانتخاب الفردي والقوائم في نفس الوقت. البرلمان الألماني فيه 598 مقعد، بيتقسموا ل 299 فردي و299 قوائم. هو 598 مقعد او 598 مكان البوندستاج، بس ده بحد ادنى يا فريد، يعني اللي هو لان هو النظام شويه هو ميكس ما بين النظام الفردي والقوائم، فهو في الاخر ساعات بيحتاج ان هم يزودوا عدد المقاعد عشان يعادلوا النسبه. يعني هشرح لك ازاي. هو الفكره ان انت كرجل الماني تصوتش مره واحده، انت بتصوت مرتين، او انت عندك صوتين بمعنى صح، صوتين في نفس الورقه، في نفس الورقه في نفس الوقت. فالورقه اللي بتجيلك عشان تدلي فيها بصوتك دي متقسمه اتنين، دي متقسمه الجزء الاولاني او الصوت الاولاني اللي هو اسمه ايرست شتيمه. فالايرست شتيمه ده انت بتختار النائب اللي في دايرتك انت شخصيا. يعني مثلا شونبرج، مثلا هنا في شونبرج دي دايره شونبرج، ففي اكس وواي وزد وكذا واحد مترشحين قدام بعض كفردي، فانت بتختار واحد منهم. فانت بتختار ده الارث شتيمه، بتختار الفردي، بتختار فلان الفلاني باسمه، وطبعا هو دول بيبقوا داخلين باسمهم بحزب، يعني فلان الفلاني عن حزب الاس بي دي، او علان العلاني عن حزب السي دي او سي اس او وهكذا يعني. فده الارث شتيمه. الزفايت شتيمه بقى ده انت بتختار القايمه. يعني ايه؟ يعني مثلا حزب الاس بي دي نازل بقايمه فيها عدد من المرشحين، وهو انت بتفوت او بتصوت على القايمه دي كلها، على الاس بي دي، على السي دي او، على جرون، على الاف دي بي، وات ايفر. يعني في النهايه هو انت عندك حاجتين، او انت بتاخد نتيجه حاجتين. ده هيفل اللي هو الزفايت شتيمه ده، عشان احنا اتكلمنا عليه اخر واحد، ده هيملى ال 299 بتوع القايمه اللي هو النص خاص بالقايمه، والفردي ده الارث شتيمه ده هيملى ال 299 مرشح للفرد. الحته الخاصه بالاعداد المقاعد، لان اعداد المقاعد في 598 ما دول الحد الادنى، ولكن في بعض الانتخابات بيزيد عددهم، زي ما حصل اخر انتخابات سنه 2021. اعتقد ان عدد المقاعد وصل ل 736 بالتحديد بالظبط، وهو المفروض يكون 598، رقم كبير شويه بالظبط. بس دي برضو بتبقى ليها علاقه بعدد الاصوات ونسب على القوائم، فبيضطروا يزودوا عدد كراسي عشان يعمل بالانس. هي دي ليها حاجه، يعني ليها علاقه بحاجه اسمها المقاعد الاضافيه اللي هي الاوبر هانج مانداتا، والمقاعد التعويضيه اللي هي الاوس جلايس مانداتا. لو نفترض مثلا ان السي دي او والسي اس او والاس بي دي، يعني بما انهم هم يعني الحزبين الكبار، فانا واخدهم كمثال مش اكتر، فلنفترض ان الناس يعني كفردي في واحد في الدايره دي من السي اس او قصاد واحد من الاس بي دي قصاد واحد من الجرون وهكذا، دي برضو كل قائمه حزب لوحده. فلنفترض ان في الفردي مثلا الاس بي دي اخذ 100 كرسي من 299، يعني فاز في 100 دايره،
اخذ المقعد ده كده كده بيبقى المقعد ده محجوز واوريدي فيلد، يعني خلاص خلاص ده احنا بتاع الاس من بي دي ال ما حدش. 299 لكن في نفس الوقت ممكن يكون الاس بي دي ما خدش ال 100 مثلا من 299، فتقريبا ده التلت، تقريبا 30% 30%. تمام. لكن هو ما خدش غير 20% من القايمه. تمام. فهنا هيحصل فيه ايه؟ هيحصل فيه امبالانس كده، لان هو خلل. فهو المفروض ان هو يبقى نسبته في الاخر 20%، بس لازم يحتفظوا بعدد المقاعد. فيعمل ايه بقى؟ مضطر ان هو يوزع مقاعد تانية على الاحزاب التانية بنسب معينة، بحيث ان نسبة حزب الاس بي دي من المقاعد في الاخر افريج 20% زي بتاعت القايمة. تمام. بعدد مقاعد ممكن يكون اكتر من اللي هم متعودين عليه، فهنا بتزيد المقاعد بتاعت البرلمان، وده على فكره بيسبب مشكله. بس هو كمان الموضوع بكل بساطة ان ال 598 مقعد في الاخر هم عبارة عن 100%، وكل حزب بياخد عدد فردي وعدد قوائم. الاتنين دول بيتعمل الحسبة بتاعتهم بكام في المية. فلو هو 20% وهو ليه فرد 100 كرسي مثلا، فهو لازم يبقى التوتال بتاعه من كل المقاعد اللي هو كسبها يبقى ال 20%. بالظبط. يعني فهو لازم يزود كراسي عشان بالظبط للتانيين، عشان يفضل البالانس ان الحزب ده كسب ان توتال 20%. بس هو مضطر ان هو يثبت الرقم بتاع الدايره، يعني هو عشان هو بيعمل كده عشان مش الفردي، هو مضطر ان هو يثبت الفردي بالظبط. هو لازم يثبت الفردي. الزياده اللي بتحصل في القوائم. حاجه اخيره بس عايز اقولها في الموضوع ده كمان، معلومه كده على جنب. الفردي هم بينزلوا تبع احزاب، يعني فلان الفلاني عن حزب الاس بي دي، فلان الفلاني عن الاف دي بي، وهكذا. لكن هو من حق الناس انها تترشح مستقلين، بس الكلام ده حصل في المانيا قليل جدا جدا. بس معلومه اضافيه يعني في الحته دي، عشان لو حد يعني وصل لهنا واخد طريق الالمان وبقى يحسب الديتيلز اكتر واكتر. بالظبط يعني لان هو الموضوع انا فاهم ده مرض يا جماعه، فانا فاهمه يعني. ودلوقتي مع فقره الاسئله، لان في حاجات كتير برضه ستيل مش مفهومه قوي. يعني مثلا امتى قلنا كالكوليتر والتفاضل والتكامل. ايوه ده مهم جدا، عشان برضه امتى الحزب بيدخل البرلمان. طيب بص، هو الحزب بيدخل البرلمان يعني في طبعا احزاب كتير بتدخل الانتخابات وما بتحققش، ما توصلش للبرلمان. هو الموضوع برضو شويه حتى لو تم انتخابها. ما انا هقول لك بقى، هي دي بقى الحته. خلينا بقى ايه نركز في الحته اللي جايه دي. طيب هو موضوع ببساطه، هو الحزب ده يضمن مقاعد في البرلمان او يضمن دخول البرلمان لو حقق شرط من اتنين، او طبعا الاتنين مع بعض. الشرط الاولاني ان هو يجيب 3 مقاعد، يفوز ب3 مقاعد فرديه من اللي بيتنافسوا فيها في الدوائر نفسها. تمام. فلو جاب 3 مقاعد على مستوى المانيا كلها. لا 3 مقاعد على مستوى المانيا في الدوائر في الفرد بالظبط كده. فده يضمن ان ال3 دول على الاقل داخلين البرلمان. تمام. او الحاجه الثانيه ان هو يجيب في انتخابات القوائم ان الناس تختاره نسبه اكبر من 5%، يعني يجيب اكتر من 5% فاكتر من الاصوات، من عدد الاصوات ككل على مستوى المانيا كلها في انتخابات القايمه اللي هي بتسمي فيها الحزب اللي هو الزوايت شتيمه. اوكي. فهو يا اما في الارس شتيمه يجيب 5% على مستوى المانيا كلها. على مستوى المانيا كلها. اوكي. تمام. ففي الحاله دي الحزب بيضمن ان هو يدخل البرلمان. طيب هتقول لي لو واحده اتحققت الثانيه ما اتحققتش، اقول لك حصل. يعني مثلا دي لينك مثلا في سنه 94 جابوش ال 5%، فبالتالي ما دخلوش البرلمان من الباب ده. لكن هم عرفوا يفوزوا ب3 مقاعد فرديه، وبالتالي 3 مقاعد فرديه دول دخلوا البرلمان تحت دي لينك. يعني في الاخر دي لينك دخلوا البرلمان في السنه دي. اوكي. طيب نقطة أخيرة كده عشان نوضح الموضوع أكتر. طب افرض مثلا إن هم حزب ما عرفش يحقق ال5%، وعرف يفوز بمقعدين أو مقعد واحد في انتخابات الدوائر أو الانتخابات الفردية. تهيألي في الحالة دي هو ما خلاص مش هيدخل البرلمان. بس هو السؤال بقى، الاتنين الفردي اللي ترشحوا وكسبوا في دايرة، ايه بقى اللي يحصل للدايرتين دول اولا الشخصين دول يجزوا على اسنانهم عادي جدا، ده ما كانهم ما جوش. تمام.
كانه ما حصلش خالص. والدوائر دي يعني بتبقى من غير تمثيل في البرلمان مم. كتمثيل فردي، لكن بيتعوض الموضوع ده من القوائم من الناحيه الثانيه بقى، من ال 299 التانيين. يعني مثلا في حزب ما جابش اللي هم ما جابش غير مثلا جاب 2 بس مش اكتر يعني، فنشوف اللي هو اعلى نسبه من الناس من القايمه مين الكسبان، فيزودوا النسبه على كله بحيث ان هو المقعدين دول يروحوا للي دخلوا البرلمان كنسبه كنسبة. كنسبه اوكي كليه يعني. اوكي. تمام، هي دي الفكره. يعني هي فكره برضو شويه معقده. تمام، تفاضل وتكامل. تفاضل وتكامل. بعد كده عايزين نقول لكم هو ازاي اصلا طيب المرشحين دول بيتنومينيتوا، يعني هو ازاي الحزب بيعمل ايه في الحاله دي. يعني الحزب مثلا اكس واي زي، حزب المصريين في المانيا مثلا يعني، تمام، او العرب في المانيا ليتس سي. فمثلا ايه، احنا كحزب بنقول خلاص احنا عن دوائر كذا، احنا عارفين ان احنا نعرف نجيب اصوات كتير في دوائر كذا وكذا وكذا، فدول هنسمي فيهم افراد، ودول هينزلوا باسم الحزب، حزب كذا وفلان الفلاني عن حزب كذا وهكذا. وفي نفس الوقت ان احنا بنعمل قائمه بناس تانية فيه يعني، بس عشان بس برضو في هنا لخبطه ساعات الناس لما انا بشرح الموضوع ده، بس الفكره ان الاثنين واحد. لا، هو انا بسمي فريد وداوود عن حزب العرب في المانيا في دايره كذا، تمام، في دايره كذا ودايره كذا، فدول الفردي. فلكن بقى محمود وحسين وهبه ونانسي وكمال وكل الناس دي قائمه الحزب بيعملها، بحيث ان الحزب لو اخذ 5% فاكتر، فعلى حسب حصته من المقاعد يبتدي ياخد من اول from the top to top down يعني. هندخل تاني في تفاصيل، خليكم معانا. تعالوا نتكلم بقى على البوندستاج نفسه. هنتكلم عن دور البرلمان الألماني في الحياة السياسية في ألمانيا. أولا البرلمان الألماني مسؤول عن 3 حاجات: المساهمة في تشريع القوانين، اختيار رئيس الحكومة أو المستشار الألماني، والرقابة على الحكومة ومساءلتها. بعد إعلان الانتخابات بحوالي 30 يوم أو خلال 30 يوم بيتم من إعلان نتيجة الانتخابات بالظبط بيتم اجتماع الأعضاء في البوندستاج، وبيتم ترشيح بعض الأسماء إن هي تتولى رئاسة البرلمان. خلال الجلسة دي بيتم انتخاب أو الفوت على الأسماء اللي تم ترشيحها، واللي بياخد اكتر اصوات هو اللي بيكون رئيس البرلمان الالماني. سنة 2021 بعد الانتخابات كان في او يعني ستيل رئيسة البرلمان اسمها بيربل بيس، وهي كانت كسبت حوالي 573 صوت خلال الجلسة الافتتاحية. كده حصلت على اغلب الاصوات وكانت رئيسة البرلمان الالماني. أغلبية يعني ساحقة في الحالة، أغلبية ساحقة بالظبط. لو قارنت مثلا، طبعا هو ما يتقارنش يعني، ده مكان وده مكان، بس يعني مثلا شولتز نفسه الخال شولتز أخد بس 395 صوت أو حاجة زي كده تقريبا، 52 أو 53%. بعد كده تقريبا البوندستاج برضه بيصوت لاختيار المستشار، او بيدي لتصويت لاعطاء الثقه للمستشار. يعني هو الفكره كلها هو بالظبط الترشيح بيكون من رئيس الجمهوريه والبرلمان بيصوت على اعطاء الثقه للشخص اللي تم ترشيحه من رئيس الجمهوريه. وده برضو موضوع كومبليكيتد كده شويه، برضو محتاج تفاضل وتكامل ونسب وحاجات. بياخد الثقه، وبعد ما بياخد الثقه بيبتدي يشتغل على تكوين الحكومة من التحالفات اللي بيعملها مع الأحزاب الأخرى. تمام، لسه برضو موضوع معقد يا أخي. طيب بصوا، يعني زي ما قلنا انا وفريد في الاول، انت عليك كذا اكسرسايز تعمله في موضوع الانتخابات ده لو انت عايز صوتك يبقى واصل وكده. فاول واحد ان انت تشوف مين اللي في دايرتك بترشح، وده هل ده شخص كويس، شخص مش كويس، تبع حزب ايه وهكذا. الاكسرسايز التاني اللي انت المفروض تعمله ان انت المفروض تمسك البرامج الحزبيه. هو البرامج دي اسمها الفال بروجرام، وهي كلها موجوده دلوقتي، بتاعت انتخابات 2025 بتاعت كل الاحزاب موجوده. فينفع تدور كده على الفال بروجرام، او ساعات بيسموه الفال مانيفستو. بس بيتهيألي يعني هيكون اكسرسايز كويس جدا لو تشرح لنا كمان بروجرام اللي اسمه فالومات. ما دي
دي حاجه برضو ممكن، دي تول مهمه دي جدا. تول مهمة ممكن تساعد ان الواحد ياخد فكرة، لكن هي مش فكرة accurate، مش حاجة مظبوطة 100%. بس ده يعني ممكن تشرحه لنا بص، اكتر. هو ده طبعا، هو يعني انا بعتبره ده وسيله للمساعده، مش ادفايس، مش توصيه بانتخاب فلان او علان. فالفالومات ده هو سوفت وير موجود على الويب وموجود از ابلكيشن. موجود ابلكيشن كمان بالظبط. الفالومات بتاع السنه دي، بتاعت انتخابات السنه دي، هيتريليز يوم 6 فبراير، يوم 6/2. فهو لسه مش موجود اصلا. والفالومات ده عباره عن ايه؟ هو عباره عن سوفت وير كده بيسالك شويه اسئله، وبناء على اجاباتك على الاسئله دي فهو بيحدد لك انهي الاحزاب او الحزب القريب من طريقه تفكيرك وتوجهاتك وتطلعاتك يعني. فده بيساعد كتير ان هو يديك كده زي ما تقول جايد لاين، يعني هو ده الاتجاه بتاعك، فيعني ممكن تبتدي تقرا من هنا او حاجه زي كده. بس هو خطير للاسف، انا في رايي يعني. انا لو عايز ازور الانتخابات يعني بص، همانيبيليته يعني. هو بالظبط، هو بيتهيألي في شوية مشاكل كده. الفالومات هو بيديك فكرة عامة، لكن هو كمان مش مظبوط. يعني انا فاكر اخر مرة لما استخدمته اداني نتائج عجيبة يعني. ده الافضيه. يعني اللي هو اف تي، وبعدين مرة واحدة راح فقلت اعيده تاني، اعيد الاسئلة تاني، فعدتها تاني بنفس الاجابات. اداني حزب عمري ما سمعت عنه. ما هو يعني هو برضو مش مش 100%، بس هو بيدي لك فكرة انت توجهاتك او اجاباتك للاسئله، لان هي كلها اسئله ليها علاقه بيتهيألي اقتصاد وسياسه لا، بص، هي حاجات كتير انا عملته بالظبط. المره اللي فاتت برضه، لان انت اصلا ممكن تعمله حتى لو انت مش هتفوت، يعني عادي جدا. يعني اه، انت مش لازم اصلا مش لازم تكون تكون انت. رايح تنتخب. يعني مش بس لازم هو اكسرسايز حلو. اكسرسايز حلو. مم. لكن هو في النهايه يعني هو برضو ممكن يحصل فيه مانيبيوليشن، لان هو انا رايي يعني في كذا مشكله. ما ينفعش تمشي وراه على طول كده وانت مغمض، لان يعني مثلا اولا الاسئله دي بتتحط عن طريق جروب معين. هو الفالومات ده، الجروب ده هو اللي بيحط الاسئله دي. فممكن الاسئله تكون يعني موجهه بشكل او بالتاني، بحيث ان انت يديك امبريشن او انطباع ان انت لازم تنتخب ده او تنتخب اكس او واي او زد. الحاجه التانيه ان هو انت ساعات برضو هي الاسئله يس اور نو كويستشن نوعا ما كده، فاللي هو انت ساعات بتبقى جزئيا مع نقطه يعني مع تفصيله في حاجه معينه، بس في جزئيه تانيه انت مش معاهم. اه فهو مش بالظبط، بيسمح في لك نفس ان انت السؤال. اللي هو يعني هو مش بيجو ديبر كده، يعني هو من على الوش كده شويه. فدي حاجه تانية. وبعدين هو ممكن ياثر في رايي على الناس يعني هو خطر شويه، لان هو ممكن ياثر على الناس اللي هي مش متعلمه كويس. يعني بتكلم على الالمان، يعني عادي هم مش مهتمين بالسياسه، فهم عايزين يعرفوا بطريقه سريعه وهم يحطوا صوتهم لمين وخلاص. مم. فده ممكن يأثر عليهم، او اي حد متردد، يعني اللي هو انا هاخد اكس ولا واي، فهو الفالومات يقول له خد واي، فهو يروح ياخد واي. بس يعني هو لو كان قرا سطرين كان هياخد اصلا اكس من الاول يعني. بالظبط. او ممكن زد حاجه ثالثه خالص يعني. مم. فهو زي ما هو طول كويسه، فانا شايفه برضو طول خطيره شويه. وما ينفعش تمشي وراها، انت محتاج بس تعتبرها يعني انها مجرد جايد لاين مش اكتر، يعني او بالظبط، جايد جايد لاين لبدايتك، جايد لاين لبدايه قرايتك في في الموضوع. الموضوع وقراية البرامج الانتخابية ده شيء مهم جدا، وده اللي احنا محضرينه الحلقات الجاية. الحلقات الجاية احنا هنتكلم على الأحزاب، تاريخها، وايه برامج الانتخابية بتاعتها اللي هي مقدماها في الدورة الانتخابية اللي جاية، وايه اللي هم عايزين يقدموه او يغيروه من قوانين، من ضرائب فيزا، من إقامة، من جنسية. احنا هنقرأ البرامج وهنقدم لكم تلخيص من وجهة نظرنا، او تلخيص للبرامج دي، عشان نحاول نفيدكم ونسهل عليكم الموضوع شوية. اه، وفي نفس الوقت نحاول نفهم مع بعض، يعني اللي هو يعني انتوا برضو
لو في تفصيله وقعت مننا، او في حد مثلا هو تبع حزب معين، على فكره يعني موست ويلكم يعني ان هو يجوين معانا شوتينج، او ان احنا نعمل لايف مع بعض. مع بعض او حاجه زي كده، لان ده في الاخر هيفيد الكل من وجهه نظري. لان فعلا هو موضوع الانتخابات هنا هو موضوع مش سهل ان انت تستوعبه بسرعه، ومحتاج فعلا ان انت تشتغل عليه، يعني تشتغل شويه، لان هو فعلا موضوع معقد يعني بالنسبه مثلا على الاقل اللي احنا متعودين عليه، اللي احنا مش متعودين عليه في مصر. أم، بس يعني قصدي اللي احنا عارفينه يعني تمام. فهو موضوع شويه مختلف، وانا وفريد يعني بنتمنى ان كل الناس تبقى مهتمه بالموضوع، لان احنا في الاخر احنا مهاجرين وعرب. وصوتنا هيفرق كتير. صوتنا هيفرق نوعا ما، او لازم نعرف حتى على الاقل، حتى لو مش هيفرق لازم نعرف ان هو مش فارق يعني من الاخر يعني. لا هو فارق. المجتمع المهاجر العربي او اللي بيتكلم لغة عربية اللي معاه الجنسية الألمانية هو مجتمع كبير مش صغير. انا موافق. واحنا محتاجين ان احنا نساهم سياسيا ونساهم ان احنا نكون موجودين بصوتنا في الانتخابات اللي جايه. انا شايف ان الانتخابات اللي جايه دي انتخابات مهمه جدا، انا شايف انتخابات مصيريه مش لالمانيا بس لينا احنا كمان. خصوصا ان بقى في توجهات يمينيه متطرفه، وده ممكن ياثر علينا كتير، ولازم يكون لينا صوت وتواجد في الحياه السياسيه الالمانيه. احنا مش جايين هنا كمهاجرين ان احنا نشتغل وبس، احنا هنا عايشين ومجنسين ومواطنين، ومن حقنا ان احنا نتكلم ونعبر عن رأينا وصوتنا يكون مسموع ونكون مؤثرين في الحياة السياسية الألمانية. اتفق جدا معاك يا فريد، وفعلا اتمنى ان الناس كلها تشارك في الانتخابات دي، وانها حتى لو هتعمل مجهود شويه صغيرين، اسمع ناس غيرنا. المهم يعني حاول تعمل شويه مجهود صغيرين بحيث ان انت صوتك يوصل. ولازم تنزل وتنتخب. بالظبط. لو ليك الحق في الانتخاب انزل وانتخب. بس وحبينا كده نبتدي معاكم الرحله دي، ونشوفكم المره الجايه في حلقات جديدة. وقوت المليونير. سلام.